السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. غندير معكم ان شاء الله السمن الحار. هاد السمن هذا، هاد السطيل هذا، هاد السطل راه كله حار تقريبا واحد شي 8 شهور ولا اكثر وانايا ملحاه. هو تقريبا راه عام كاع باش ملحته. راه ولات فيه واحد الريحه وواحد الحروريه ما نعاودش لكم. فنن انا اصلا كيعجبني هذا السمن هكا كيكون حار بزاف. كنبقى مره نقلبو على ودي تنخاف هذاك الفرق، داك الفج اللي تيكون على هذا الشكل هك، هاد الخوا تيولي فيه الماء كيتحط هكا في شي بلاصه سخونه كيذوب وكيولي الماء. داك الملح كتطلق ليا الماء. كنخاف اللي يكون هكا يولي داك الفرق تيولي فيه الغموليه. مره كنقلبو كنعاود نراقب السمينه ديالي. تبارك الله شوف كي تتكون، شتي هذا راه تبارك الله حار ولا حار وراه ملحاه. كي قلت لكم يلا تكون شي 9 شهور ولا 8 شهور، قولي تقريبا عام باش ملحته ولا حاره. واحد الريحه طالعه منه تبارك الله على مزويناتها. وعندي واحد السمن اخر هذا كثر من عام، هذا تقريبا عنده شي عامين هكاك. هذا قديم. هذا غادي نديرو في واحد القلوش. نجيب واحد القليليش. هو يلا خديت ليه قلوش باش غنديرو فيه. انا كنت دايره في هاد السوبيرات تاع الميكات السطيلات هادو، تنخاف هكا يطيح ولا نديرو في شي سوبيره ديال الدجاج هكا يطيح ليا. هاد القلوش خديته انا كنت دايره في هاد السطيلات هكا. تنقول الا درتو شي سوبيره ديال الدجاج كنخاف يطيح ولا شي حاجه تصدق مهرسه تصدق ضايع عليا كلشي. ايوا هي هذيك. هذا فكرت في هاد القليليش هذا اصلا تيعجبوني انا. هاد القليليشات خايضه منه دايره طنجيه وخديته دابا هذا السمن. دابا درتو للسمن. انا غادي نعمرو بهذا السمن هذا اللي حار بزاف تقريبا عنده عامين وصافي. هذا غادي نعمر به هذا القليليش. وهذا غنخليه هنا حتى رمضان تيسالي ليا. هذا غنخليه في هذاك السطل، هذا السطل الكبير حتى غيسالي ليا هذا القليليش هذا. وعاد نجبدو ولا ناخذ له تا هو قلوش يكون كبير باش يهز لي داك السطل. ونعاود داك السطل نملح فيه واحد اخر تا ونحرو. انا اصلا كتعجبني السمن كنديرو هكا في الكسكسو، في الحريره، في الرفيسه. كيعجبني السمن الحار بزاف. كنديرو هكا مع الدجاج، كنديرو في كل في الطنجيه. تيعجبني السمن الحار. بسم الله. كيعجبني السمن الحار بزاف. انا من معجبين ديالو. وهذا راه حار بزاف تبارك الله. راه واحد الريحه. الشير كيولي فيه الماء مع ديك الملح. هاد السطيل غنديرو في هاد القليليش كامل ونخليه هكذا. هو اللي غنبقى دابا نطيب منه. كدير غير واحد السوبيره هي سالات لي. هاد السوبيره هادي سالات ليا. كنت ندير ديما تنعمر فيها القياس صافي. ملي سالات فكرت غنعمر هاد القلوش هذا ونحطو في الكوزينه نبقى نطيب منه بينما يحرر ليا الاخر هو مزيان. هاد السطل هذا صافي. غنعاود ندير واحد اخر. انا ملي كتعجبني هكا السمن حار تبارك الله. راه فيه واحد الريحه واعره. ايوا بس بالنسبه للسمن الحار راه كيبغي القلوش بحال هكا. انا كنخاف نديرو هكا فشي سوبيره ديال الدجاج، كنخاف تهرس ولا شي حاجه ونضيع في السمن. اللهم كندير ليه هذاك السطيلات صافي. غادي نعمر هذا القليليش مزيان ونبقى هكا نمعس باش ما يكونش ليه واحد الفرق. هذاك الفرق كيولي فيه الماء الملح كتطلق الماء. كنخافو يغمل ليا ولا شي حاجه. عرفتي راه واحد الريحه طالعه منه على مزويناتها ديال السمن. انا كيعجبني بزاف السمن. ما نكرهش اي حاجه طيبتها ندير فيها شويه السمن. تتعجبني الريحه ديالته. والصراحه الكسكسو والحريره الرفيسه راه الا ما كانش فيهم السمن راه ما كاين حتى حاجه. هما اللي كيصاوبوا الطياب. ولا حتى الدجاج محمر الا كان هكا هاد السمن هكا احسن الواحد يصاوبو على يدو احسن من ما ياخذو من على برا. كتعرفي باش مصاوبينو. كاين اللي كيدير فيه
كاين اللي كيكون الله يستر مخلط فيه بطاطا، ما كيحرارش هذا كاع كتجيبيه ما كيحرارش لك، كل واش كيدير فيه. اللهم الانسان يخلطو على يدو يحرر هاد السمن هكاك. شوف السطيل هذا عمر لي القليليش، راه تقريبا هذا راه يكون فيه شي كيلو، هذا عمر لي القلوش. مازال بقيت هكا كنعمر فيه بحال هكا كنبقى نهبط بالمعلقه، راه غيهز، باقي فيه الفرق، باقي يهز. واخا القلوش هكا تيبان صغير يهز، بعدا هو يهز ليا كيلو ولا كيلو ونص. مازال غنزيد فيه، نبقى كل مره نعاود نقادو بالمعلقه نهبطو. شتي راه زيت السطيل كامل ومازال نزيد فيه. ما كنديرش انايا فيه الزعتر، كنحرو به والملح وكنحيدو، ما كنبغيش نخلطو معاه. الزعتر لا نبقى مخلط معاه ما كيعطيش واحد المنظر زوين هكا. علاه تنصفيه كنحرو به، كنصفيه صافي وكنحيد الزعتر وكنخليه غير هاد السمينه هكا تبقى. كتعجبني انا اللون ديالها بحالكم. ان شاء الله من بعد راه غادي نصاوب قدامكم، كيف لكم نصاوب غنصاوب سمنه واحد اخر ونوريكم كيفاش تملحوه، كيفاش الطريقه للزعتر والملح، كيفاش غتخليوه مرقد فيه. انا كنخليه 4 ايام 5 ايام مرقد في الزعتر والملح. كاين شي مره كاع سيمانه كنخليه، ولكن ما كنديرو لا في الثلاجه لا والو، كنحطو فواحد البلاصه اللي تكون ما فيهاش الشمس لا ما كيكونش الضو، نحطو فشي بلاصه نظلموه ونخليه هكاك مرقد. ما كنديروش انا في الثلاجه، تنخليه مرقد ديك الزبده في الزعتر والملح حتى كدوز واحد سيمانه هكاك. هذا كنصفيه من الزعتر، كنصفي داك الزعتر كنحيدو كنخليه هاد السمينه هادي هكا كيبقى اللون بيض، تيجي على مزويناتو بهاد الطريقه. والباقي غير يهز ليا هكا. شوف تبارك الله السمينه كصفراء كتبان، ريحه الحروره تبارك الله مع ريحه الطين. انا الصراحه هاد القليليش هذا من شحال وانا باغا ناخذو ندير فيه السمن، وسبحان الله العظيم بحال كننسى. كل مره كنقولها انا غنفكر فيه ناخذ قليليش كننسى. ايوا تا بحال جابتها الفرصه خرجت خضيت جوج قليلشات. ساعتي ما فكرتش، كنت غناخذ واحد كبير وما فكرتش فيه. غنخرج ان شاء الله وغنجيب واحد كبير باش ندير فيه هاد السطال كامل. هاد السطال راه ولا حار، هاد السطال هذا والله العظيم لا ولا حار. غير هذا زيد عليه تبارك الله، هذا بركه عليه. ما نزيدش نحرو اكثر باش ما يجيش داك الجهد ديالو بزاف. صافي غنشد واحد الزيف هكا ديال الثوب بيض، غنشدو غنغلب به هاد السمن هذا. ما نديرش ليه انا كاع الميكا، ندير له الطريف ديال الثوب وغنزير عليه بهذا الخيط هذا. شوف الودينات كيفاش يجيو بهذا الشكل. نحاول نزيرو مزيان باش ما يدخلش ليه البرد. صافي هذه هي طريقه الحزمه اللي درت ليه باش يجي مزيان. زيرت عليه بهذا الخويط هذا وهذا الطريف ديال الثوب صافي على هذا الشكل. دابا هذا نخليه حدايا في الكوزينه نبقى نطيب منه على ما يحرر ليا الاخر. انا غنحطو ان شاء الله هنايا على هذا الشكل والجريده حداه صافي. هذا دابا غيبقى بلاصتو هنايا نبقى نطيب به. انا كي قلت لكم من المعجبين ديال السمن.